ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احسن حال هنعمل مع بعض بقى الحاجات اللي موجوده عندنا، لكن قبل ما نبدا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، البطرمانات اللي عندنا مطرح مثلا المسكافيه، مطرح عسل، مطرح مطرح اي حاجه عندك، صلصه، اي حاجه هنغيرها بحاجه تانية خالص وحاجه مختلفه. كل سنه وانتم طيبين. هنزينها بتزيينة رمضان. طبعا بدل انت ما تروحي تشتري بطرمانات وتشتري حاجات وكده وفي الاخر مثلا تتكسر ولا كده، الحاجه اللي تفيض منك من مطرح الحاجات اللي الاكل او الشرب او اي حاجه انت تستعملها انت في البيت، وهتبقى احلى كمان من الاول. زي ما انتم شايفين كده، انا جايبه لفه زينة رمضان ديت، طبعا لزق. زي ما انتم شايفين، احنا بنحدد مطرح احنا بنحدد نمسك غطا او طبق صغير كده، نحدد عليه وبعد كده نعلم بالقلم. تمام، وبعد كده نقص. زي ما انتم شايفين، شايفين الجمال وشايفين الحلاوه، ما شاء الله، يعني حاجه، يعني حاجه تحفه قوي. وطبعا لما انا كنت بقص انا مش رميت حاجه. تمام، الحاجات اللي فضت انا عملت منها حاجات تانية وهتشوفها دلوقتي. دي طبعا البطرمانات اللي هي الصغيرة، احنا بنحدد البطرمانات الصغيرة بالغطا علشان خاطر هنحطها على وش البطرمان كده. طبعا لو انت طبعا بتشتريه، مش هتشتريه طبعا من بره بالشكل الحلو ده. زي ما انتوا شايفين كده، ده طبعا طبق. احنا طبعا هنعمل الطبق علشان خاطر هنزين بالغطا. تمام، الغطا بتاع البطرمان الكبير. البطرمانات الكبيرة دي بتاعت نسكافيه، بتاعت اي حاجة. فانا طبعا باخد الحاجات ديت وبعينها، وبعد كده طبعا اجيب حاجات عشان ازينها زي ما انتوا شفتوا كده. ده طبعا اللي احنا قطعناه زي ما انتوا شايفين كده، على قد الطبق بالظبط. طب احنا هنمسك المقص، هنقطع زي ما انتوا شايفين كده داير ما يدور الغطا، علشان خاطر آه لو انتي حطيتي اللزقه كده من غير ما تقطعيها بالمقص، يعني هتعمل لك حروف وهتعمل لك كده خطوط. بوريكوا تاني زي ما انتوا شايفين. ده طبعا طبق عشان اعمل الغطا الصغير بتاع البطرمان الصغير. احنا كده خلصنا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله، يعني شكلهم روعه وشكلهم تحفه جدا يعني. بجد روعه، ما كنتش اعرف لو هم يطلعوا روعه بالطريقه ديت. ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. احنا بقى هنضيف الحاجات بتاعتنا، اللي هي الشاي والسكر والملح الكمون واي حاجه عندك. هتضيفيها في البطرمانات اللي احنا عملناها. بس اهم حاجه تغسلي البطرمانات الاول بميه سخنه وصابونه، علشان خاطر يبقى كويسين عشان ما يكونش في ضرر ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده، هو برضو نضاف بس برضو لازم احتياطي عشان ربنا يسترها. طبعا احنا هنفرش بقى الرخامه بتاعتنا دلوقتي. زي ما انتوا طبعا شايفين الرخامه قبل كده طبعا بالوضع الشكل ده، فاحنا هنغيرها. انا حطيت اللزقه وبعد كده بشيل اللزقه من تحت بالراحه، علشان خاطر تكون بسوا واحد، ما يكونش فيه خطوط فيها. احنا طبعا هنضيف فيه الحاجات التانية. طبعا انا عملت الفرشة كنت بعملها وكده، والتليفون وقع في المية. يعني الحمد لله اللي جت على قد كده، بس الحمد لله لحقته في اخر لحظة وحطيته في الشمس. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله اللي هي جت على قد كده، على قد التليفون.
دي طبعا الحاجات اللي انا عملتها بعد ما التليفون ما وقع في الميه زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا لو انتم ملاحظين في دواير صغيره في البطرمان، انا عملت طبعا دوائر صغيره كده، حبيت اغير. وطبعا اللزق اللي فاض، الحاجات اللي فضت مني انا طبعا عملتها كده زي ما انتم شايفين. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك. مع الف سلامه.